مساء الفل. يلا بينا نعمل طاسة فول عظيمة جدا جدا، بجد طعمها في حتة تانية. لو أول مرة تشوفوني أنا هاجر. يلا بينا بسرعة نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله. هنحتاج مع الفول فصين توم مفروم، طماطم متقطعة قطع صغيرة، وفلفل كوبي متقطع برضو قطع صغيرة، معلقة كبيرة معجون طماطم، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كمون. في طاسة على النار هننزل بشوية من الزيت النباتي. اول ما يسخن هننزل على طول بفصين التوم المفروم. وعلى فكرة الفول ده اللي احنا دمسناه مع بعض هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، وهيظهر اللينك بتاعه فوق هنا على الشاشة. لو حد ما شافهوش ادخلوا شوفوه على طول، هيعجبكم جدا. نقلب التوم كويس لحد ما يدبل، واول ما نشم ريحة التوم هننزل على طول بشرايح الفلفل الكوبي. لو عايزين الفول يكون سبايسي ممكن تزودوا فلفل حامي. هنقلب الفلفل مع التوم كويس لحد ما الفلفل يبدأ يدبل معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هنبدأ ننزل عليهم بقطع الطماطم، وعليهم الملح والفلفل والكمون، ونقلب كله مع بعض كويس جدا ونسيبهم حوالي دقيقة كده. بعد كده هننزل عليهم بمعجون الطماطم ونديهم تقليبة كده مع بعض، وننزل عليهم بربع كوباية من المية، ونقلب كله كويس جدا. بعد كده هنجيب الهراسة ونبدأ نهرس الطماطم او شوكة المتوفر عندكم، ده او ده ينفع. ونبدأ نهرس الطماطم بالشكل ده كده علشان تكون طرية ودايبة مع الفول. بعد كده هننزل بالفول ونقلب كله كويس جدا مع بعض، وهنسيب كل المكونات دي بقى مع بعض حوالي 3 دقايق علشان الفول ياخد من التسبيكة اللي احنا عملناها دي ويتشربها كويس جدا. ريحة الفول بجد تجنن وشكله حلو جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الفول بالطماطم من احلى اطباق الفول اللي ممكن تاكلوها. وكمان رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. اعتمدوا بقى وصفة الفول دي علشان تعملوها في سحور رمضان. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل الوصفات الجديدة. هستنى رأيكم في الكومنتات. شكرا جدا، وألف هنا على قلبكم.